لجنة الحكام في الاتحاد المصري أعلنت اليوم عن صحة قرار الحكم محمود وفا حكم مباراة الأهلي وسيراميكا بشأن عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة الفريق الأحمر في المباراة، والتي أقيمت الثلاثاء باستاد المقاولين العرب في الجولة الأولى من منافسات دور الحسم لبطولة الدوري، واللي انتهت بتعادل الفريقين هدف لهدف. وذكرت اللجنة أن الحكم كان قد في تمركز جيد وقراره كان صحيح، وكان الأهلي أرسل الأربعاء شكوى لاتحاد الكرة ضد الحكم محمود وفا بسبب عدم احتساب ضربة جزاء وتجاوز وفي حق اللاعبين بالألفاظ واليد. ويتصدر الزمالك طبعا بطولة الدوري ب 46 نقطة، ثم بيراميدز 43 والأهلي ب 41. نبغى تعليقك كابتن على هالقصة هاي. طبعا هي مشكلة كبيرة بقالها 4 أيام في مصر، مباراة الأهلي وسيراميكا. الحالة دي جت في الوقت المحتسب بدل الضايع من الشوط الثاني. حكم المباراة كان قريب جدا من الكرة، أمر باستمرار اللعب، لكن محمود عاشور اللي هو حكم الأفريقي الأول في تقنية الفيديو اللي رايح كأس عالم إن شاء الله استدعى الحكم وجاب له اللقطة دي قال له الكرة دي أما كانت بتتلعب جاية من مسافة واضحه، كانت ايد لعيب نادي سيراميكا جنبه، ارجع تاني بالظبط، الايد هنا جنب لعيب، كمل الايد جنب ايد اللاعب سيراميكا جنبه. اول ما اتلعبت دي كبرت جسمه، فبالتالي هنا في تكبير الجسم، وبالتالي حكم الفيديو محمود عاشور استدعى محمود وفا عشان يبين له الكره دي. فضل يراجعها كذا مره، لكن حكم المباراه هو قرار النهائي، دخل الملعب ولغى احتساب الهدف. دي قصه ممكن تحصل، انما الاحداث اللي بعدها هي الاحداث السيئه جدا اللي حصل فيها تجاوزات كتير جدا. عفوا كابتن، سيراميكا هو اللون ايش الغامق هذا؟ لا سيراميكا الغامق. والاهلي صار يلبس لبني كده، لون غريب شويه. وين الفانيلا الحمراء وما يا اخي والله الهويه. بص ما انا اقول لك، اجل بكره الزمالك يشيل الخطين اللي على الصدر بعد يحط لهم بالطول ولا يحط لهم على الكتف ولا. يعني هي بتبقى عمليه تسويقيه يا كابتن وليد في تغيير التيشيرتات. المباراه دي صاحب الارض سيراميكا بيلبس اللون الاحمر اللي احنا شايفينه او النبيتي، فبالتالي نادي الاهلي هو الضيف فبيلبس الفانيلا الاحتياطيه. عشان التسويق كل سنه الفرق الكبيره بيحبوا يغيروا التيشيرتات عشان توجد نسبه في التسويق والمبيعات. لو حط اللبس القديم بتاعه الازرق ناس كتير معاهم، انما ما نزل بالتيشيرت دي عملت يعني نسبه مبيعات. يعني سيراميكا لما يلبس احمر هيصير الاهلي يعني الله العظيم. طيب لا بس هو سيراميكا حب يلبس لبسه. طيب خلينا نرجع ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ لا ركله جزاء طبعا، ركله جزاء. هنا اللعيب كبر جسمه، الايد اللي اتفردت دي ومن مسافه واضحه، ما كانش في اي حد في عائق نظري للاعب سيراميكا كل ممكن يتفادى الكره دي، ممكن يروح لها. طيب سؤال خليني اعطيك اياها بطريقه ثانيه. اللاعب الان لاعب نادي سيراميكا وهو يستقبل الكره، لو كان ما حرك ايده خلاها ثابته، هو بيحاول يتحاشى الكره صح؟ لا هنا الاول ولحظه لعب الكره وهي في الطريق هتلاقي ايد لعيب سيراميكا جنبه. بص هنا خلاص الايد دي هنا جنبه، كمل بقيه اللاعب احمد هاني. اول ما الكره قربت بص، اول ما الكره قربت هيبتدي يطلع ايده. كمل شفت الحركه دي؟ خدت بالك كده ايده جنبه، اول ما الكره قربت راح طلع ايده. وكان هنا لعيب كمان بتاع سيراميكا ما كانش بيجري عشان اقول دي حركه طبيعيه للمدافع، لا هنا في تعمد انه فارد ايده. فبالتالي كان حكم الفار رؤيته انها فعلا ركله جزاء. الاحداث اللي حصلت بعد كده هي الاحداث صعبه طبعا، ما كانتش فيها يعني سلوك رياضي كبير شويه. ايش صار بعد المباراه؟ يعني حصل اعتداءات لفظيه كتيره جدا على طاقم الحكام بالكامل، وبعد كده حصل يعني بعد ما الحكام دخل منتصف الملعب ففي كردون امني، فجه لعيبه النادي الاهلي حاولوا يعني يحتكوا بالحكم. بس الاهلي بيقول الحكم هو اللي كان يعني منفلت لفظيا مع اللاعب. عشان كده في تحقيق هيتعمل مع الحكم عشان يتاكدوا من الحاجات دي. علاوه خلي بالك الفيديو الصوت مسجل كل حاجه لغايه نهايه المباراه من اولها نهايتها. وبعد كده حصل اعتداء من احد لاعبي الحكم على مساعد الحكم. سؤال، مين هيسوي التحقيق؟ اتحاد الكوره. ايوه مش لجنه الحكام. لا ما ينفعش لجنه الحكام. ايوه يعني هذا يعني مدخل لموضوع اللي صاير الان. السلام عليكم. كان في حاجه اسمها جامعه الدول العربيه
لما كانت اسرائيل تضرب اي دولة عربية، كانت جامعة الدول العربية تجتمع وتعمل بيانات نشجب ونستنكر وندين، وبعدين بعد شوية يقوموا باعتين شكوى الى مجلس الامن، اطلب اجتماع مجلس الامن او الجمعية العامة الامم المتحدة عشان نطلع قرار بادانة تانية، عشان الادانة الاولانية ما كانتش يعني ايه على هواهم، ونستنكر برضو وندين وندعو لضبط الايه ضبط النفس. الموضوع ده فكرني باللي حاصل دلوقتي في الكرة المصرية وبيانات النادي الاهلي. طبعا في الوضع الحالي بيانات النادي الاهلي بالظبط عن المشكلة اصبحت زي جامعة الدول العربية لما كانت تطلع بيان نشجب نستنكر ندين. الحقيقة المنظومة الرياضية كلها اللي بتحكم كرة القدم في مصر اصبحت كلها بلا استثناء، سواء اعلامية او مناصب رياضية، كلها زملكاوية، تم زملكتها بالكامل. يعني رئيس اتحاد الكرة زملكاوي، تمام. جايبين لجنة حكام عيل من على قهوة كولومبيا بيديروا شخص زملكاوي، بيديروا تعليمات شخص زملكاوي. قام خلى كل الحكام اللي يعني عليهم طله او عندهم سن الضمير مشاهم، جاب شوية عيال في لجنة التحكيم كلهم زملكاوي، واللي مش زملكاوي فيهم شرط اساسي يكون يحكم انه يكون بيعرف يدلك، لان طبعا الواد اللي جايبينه بتاع كولومبيا ده بيحب التدليك. فاصبحت ان رئيس اتحاد الكرة زملكاوي، ده بالنسبة للجنة التحكيم. رئيس المجلس الاعلى للاعلام زملكاوي، رئيس نقيب الاعلاميين زملكاوي، رئيس الوزراء زملكاوي، وطبعا انتوا عارفين الباقي. طبعا مفيش مشكله، واحد بيقول لك انت هتطلع تتكلم انت راجل غلبان وكبير وممكن يحبسوك. ما هو الاهلي هيطلع بيان يستنكر ويشجب ويدين بالظبط كده، زي ما تكون انت ماشي في الشارع وبعدين واحد بلطجي ضربك على قفاك وقف، فانت طبعا ايه هتستنى رد فعلك، فانت قمت قايل له يا عم انت بتضرب قفا جامد كده ليه؟ قام هو مديك قفا تاني، طب والله ازعل منك. هو ده بالظبط اللي بيعمله مجلس اداره النادي الاهلي. بيتم تعيين الحكام ليه باوامر من مجلس اداره نادي الزمالك. نادي الزمالك بيقول لهم ادوهم الحكم الفلاني، يقوموا يدينوا الحكم الفلاني، غير الحكم ده غير الحكم ده، يدوا له الحكام اللي هو عايزينه، ما تحسبلوش ضربه جزاء، ما يحسبش ضربه جزاء. طب هات الحكم الفلاني لماتش الزمالك، ماشي، يروح يوشوش اللعيب بتاع الزمالك ويقول له اقع في منطقه الجزاء عشان يديك ضربه جزاء. المهم يعني ايه، متحكمين في كل قرارات لجنه الحكام واتحاد الكره. اما النادي الاهلي فالحقيقه بكل امانه اصبح عنده غياب في المناصب في اتحاد الكره وكل المنظومه المسؤوله عن كره القدم، وغياب كمان اعلام. كل اللي بيتكلموا اجتهادات لصفحات شخصيه لاعلاميين اهلاويه، اما القنوات الرسميه كلها بلا استثناء اصبحت تتكلم بلسان حال الزمالك وبيقلبوا الحق باطل. وبعدين زمان كنت اللي كان بالموضوع فيه مواربه او توازن، لا دلوقتي عين عينك بلطجه، بيقول لك اعمل اللي انت عايز تعمله اعمله. يعني بعد الماتش استنوا شويه، الاهلي شوف رد فعل الاهلي، فالاهلي طلع بيان احنا ما ينفعش كده يا جماعه، احنا عايزين العداله وعايزين نشوف الحكم غرفه الفار وعايزين. اما قال لك اتحاد الكره قال لك ده عيل هفا اديلهم على قفاه، قام طلع الفيديو قال لك هي ضربه جزاء. من الاخر هي مش ضربه جزاء، واعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. والواد بتاع كولومبيا قالوا له اعمل فيديو، اما طلع فيديو قال لك هي مش ضربه جزاء والحكم صح ومحمد عاشور هيتعاقب، يلا وروني نفسكم. فالاهلي النهارده برضه طلع البيان التاني بقى وقال لك احنا مش قلنا لكم يا جماعه عايزين نسمع الفار، عايزين مش عارف ايه. قال له لا انت بتتكلم تاني، طب ايقاف محمد الشناوي وايقاف سيد عبد الحفيظ ومنع اسامه حسني من الظهور، يلا لو نطقت كلمه كمان هشمع لك النادي. زي ما بقول لك كده، شفت احنا وصلنا لحد فين؟ النادي الاهلي اللي كانوا بيقولوا ان هو مش عارف الكره المصريه وان هو متحكم في الكره المصريه اصبح هفا. طب ده بس
بسبب البلطجة. لا، إدارة النادي الأهلي مسؤولة أولا وأخيرا عن الموضوع ده، لأن هم خايفين على الكرسي أكتر ما خايفين على النادي الأهلي، كلهم بلا استثناء، من الخطيب حتى مجلس إدارته بالكامل، ياسين منصور ده. ليه بقى؟ ما هو المتحكم في الكلام ده كله يا حبيبي ناس زملكاوية، هيقوموا باعتين لوزير الشباب اللي هو ما في ايدهوش أي حاجة عشان بالمناسبة، وهيقوم حال المجلس إدارة النادي الأهلي لو اتخذوا أي خطوة تصعيدية كبيرة، رغم إن هم عندهم ظهير جماهيري كبير جدا يقدروا يستندوا بيه. بس خلاص دلوقتي أي حد هياخد قرار بالانسحاب هيقوم حلين مجلس الإدارة من النادي الأهلي، ولو انسحبت هيقول لك وماله انسحب، خلاص كده الدوري رسمي للزمالك. طب انت هتلعب السنة الجاية فين؟ مش ممكن ما تلعبش الكونفدرالية كمان وخلاص؟ اصل دي الجهة الرسمية اللي بتبعت الفرق اللي هتشارك في البطولات الافريقية للاتحاد الافريقي، لان مفيش رجالة. طب انت يا عم قاعد تقول طب الرجالة هتعمل ايه؟ هقول لحضرتك هتعمل ايه. لو في رجالة كانت اول حاجة تنسحب من بطولة الدوري وكل البطولات اللي ينظمها الاتحاد المصري، جمع ظهير من الاندية كبير واعمل ربط، يعني برابطة الاندية اعمل لجنة حكام محايدة، اسحب الثقة من اتحاد الكرة، زلزل الدنيا، وقف الامور عند حدها. لكن ده الراجل بيقول لك ايه؟ احلى ما في خيلك اركبه، هو ده واخرك. وبقول لك اهو الماتش الجاي بتاع الاهلي وسموحه هيجيبوا طارق مجدي الزملكاوي، انا بقول لك اهو طارق مجدي هيجي يحكم الماتش الجاي بتاع الاهلي وسموحه. خلاص اصل انت بقيت ملطشه بقى، اي عيل معدي زملكاوي يطلع هفا. الغريبه ان دلوقتي بتخش على اي حد يقول كلمه حق تلاقي هجوم كبير من بوابين الزمالك، شتيمه، ومش بيرد عليك بمنطق. يعني انت تقول له مثلا دي ضربه جزاء عشان ايده ومش عارف ايه، يقول لك يا ابني ايه يلا امك يلا ابوك تك تك تك، مش بيتكلم معاك، مش بيناقشك، هو كده. واي حد بيعمل فيديو زي اللي انا بعمله ده مثلا يتكلم في حق الاهلي ممكن الصفحه تتقفل، بقول لك كده، ممكن يبلغوا عنه، يعملوا اي حاجه. هجوم شرس على اي حد يتكلم في الحق النادي الاهلي. احنا بصراحه شوف سنين بقالي عمر بشجع النادي الاهلي، ما شفتش الاهلي ملطشه للمسؤولين في اتحاد الكوره زي دلوقتي، وما شفتش مجلس بالضعف والهوان زي المجلس اللي موجود دلوقتي. كان ايام مجلس حسن حمدي كان بس ما يقول اجتماع لمجلس الاداره لمناقشه الامر قبل ما يطلع اي قرارات، اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي لمناقشه الامر ومناقشه الفضيحه، تطلع قرارات من اتحاد الكره ولجنه حكام جر يحتوي الموضوع قبل ما يطلع قرارات جامده. كان فيه هيبه. دلوقتي عادي، انت متخيل ممكن الاهلي حتى ما ياخدش مركز رابع. انا مش بقول لك الكلام ده تقول لي طب ما هو ايوه الفريق عنده اخطاء، ايوه الفريق عنده اخطاء وفرط في نقط، وهو ده خلى اللي يسوى ولا ما يسواش يتكلم. دلوقتي تطلع في اي تحليل يقول لك يعني انت سبت ضربه اللعيبه ما اديتش كويس وجاي تتكلم في ضربه جزاء. طب ما هو الفوز اللي في الاخر دقيقه ده، هو انت دلوقتي هتكسب معنويات اللعيبه ازاي؟ اللعيبه معنوياتها ترجع ازاي وترجع نفسيتها عاليه منين؟ مش من فوز لما تحقق الفوز في وقت زي ده في مباراه زي دي، لكن هو ضغطك جامد وضغط، عامل ضغط على لعيبتك جامد وقاعد ينتقدهم ليل ونهار عشان نفسيتهم تقع عشان ما يرجعوش، وحتى لما يجي لهم فوز زي ده يرفع المعنويات ما يحسبوش، فعامل لك ضغط نفسي على اللعيبه. انا لاول مره بقول لك انا بعذر لعيبه النادي الاهلي، انا بقول لك بعذر لعيبه النادي الاهلي بكل امانه، لان ضغط نفسي رهيب. شايفين ان في ظلم، الاحساس بالظلم وحش، وشايفين كل الاعلاميين في كل المنصات بينتقدوه. طب انا مستواي وحش عايز ارجع، اعمل ايه؟ اخد دفعه بس معنويه، في فوز جاني اديني الفوز، اديني حق عشان ابدا بقى ايه ارجع لمستوى واحده. لكن لا، هو مش عايز يديك فرصه انك ترجع لمستواك نهائي، ضغط عليك ضغط جامد. ده الحكم الزملكاوي وفا
صفحات قاعده بتشير له، قاعده بتعمل له بطل قومي عشان عمل ايه. حتى صفحات الاسماعيلي اللي الاهلي انقذوا السنه اللي فاتت من الهبوط، لقوا الخطيب مقوله ب 50 مليون في صفقه عمر الساعي. تخيلوا. بقول لك احنا وصلنا لدرجه من الضعف والهوان اللي زي ما انت عايز تقول قول. وانا بقول لك السنه دي عدت والسنه الجايه هتعدي واللي بعدها، طول ما مجلس اداره اتحاد الكره بنفس المنظومه بنفس تركيبه الحكام موجودين، وطول ما مجلس اداره الاهلي بنفس الوضعيه دي، وضعيه جامعه الدول العربيه، نشجب نستنكر وندين.